باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. سؤال: هل تذكر الخطايا مفيد للتوبة؟ المزمور بيقول: خطيتي أمامي في كل حين. فلما الإنسان يتذكر الخطايا يعطيه هذا تواضع وتوبة وانسحاق نفس. ولكن الآباء قالوا الخطايا الانفعالية والخطايا الشهوانية أحيانا تذكرها يرجعها تاني. يعني واحد مثلا وقع في خطية زنا، خطية شهوانية، لو تذكرها وتذكر تفاصيلها جايز ترجع له الخطية تاني، يفتكر انه اخطأ في الزنا وبس، لكن تذكر التفاصيل يتعب. واحد وقع في خطية حسد، جايز لما يفتكر حسد عشانيه او غيرة عشانيه يرجع تاني للحسد والغيرة مرة تاني. جايز واحد وقع في خطية غضب ونرفزة وخصومة وزعل، جايز لما يفتكر أسباب الزعل والخصومة يرجع لها تاني. فالآباء قالوا افتكر إنك خاطي في العناوين، لكن لا تدخل في تفاصيل الخطايا الشهوانية والانفعالية لألا ترجع لك تاني. يعني تذكرها يضر، مش كل تذكار مظبوط. جايز يتذكر في الأول وهو منسحق، وبعدين شوية بشوية الشيطان يلعب بيه. واحد بيقول: توجد فتاة على غير عادتها جاءتها حالة تشنج، وصل الأمر إنها تقطع السلسلة بالصليب اللي في رقبتها، وذهب أهلها إلى كنايس كتيرة ودير مرمينة، ولكن الحالة كما هي. في بعض حالات بتكون حالة عصبية وتحتاج لطبيب أعصاب، يعني مش تفتكروا كلها هجمات شياطين، ساعات تكون مجرد حالة عصبية، فياريت يشوفها طبيب أعصاب برضه. واحد بيقول: هل في الاعتراف يقول الإنسان كل شيء حتى اللي عمله في الماضي؟ طبعا، امال هيقول المستقبل؟ هيقول الماضي. وبعدين بيقول: وإذا كان هو ضروري فأب الاعتراف هيقول لي وإيه اللي فكرك بيها؟ لا، مش هيقول لك، لا، اطمئن. فكرت تفتكرها علشان تعترف بيها. لو قال لك ايه اللي فكرك بيها، اقول له افتكرتها عشان ضميري بيتعبني بيها وعايز اعترف بيها. تغلب على الشهوات موضوع طويل، تلاقوه في كتب، في كتاب مثلا الوصايا العشر تلاقي فيه جزء عن خطية الزنا، وابقى اقراه. هل ممكن واحد يتبرع بدمه لإنسان غير مسيحي؟ ممكن، وحياته كلها. سؤال: هل سيحاسب الأغنياء المتنعمين مثل الفقراء؟ المسألة مش مسألة غني وفقير، مسألة القلب من جوه ايه. جايز في إنسان غني وبيدفع للفقراء وبيحب الكنيسة وبيحب إن هو يتبرع هنا وهناك، فالمال مش مسيطر عليه. وجايز في واحد فقير ويحب الفلوس ويشتهيها وملك قلبه. فالمهم ليس انك انت تملك فلوس، انما المهم ان الفلوس هي اللي بتملكك ولا لا. ففي اغنياء الفلوس ما كانتش بتملكهم، بيملكوا المال والمال لا يملكهم. وفي امثلة اغنياء قديسين كتير جدا في الكتاب المقدس.
واحد بيقول أنا عمري 17 سنة وفي الصف الثاني التجاري وأنا أريد أن أترهبن، وهذا الفكر يأتي لي من وأنا في الابتدائية حتى الآن. هل لي رهبنة الآن مع أني لا أقدر إني أستحمل أن أصبر في العالم ووصية الله وإلى آخره، وأحب الرهبنة جدا وأحب قراءة الكتب على الرهبنة. يا حبيبي، البلد لازم كل واحد بيؤدي الخدمة العسكرية، يعني يروح الجيش ويخلص، فأنت لازم تنتظر لما تأدي الخدمة العسكرية، وإلا لو رحت الدير هياخدوك تاني. ده واجب وطني لازم تؤديه. فخلي محبتك في قلبك للرهبنة، زودت زي ما انت عايز بقراية الكتب، بزيارة الأديرة، بسير القديسين، لكن استنى لما تخلص الخدمة العسكرية وشوف الفكر لسه قاعد في قلبك ولا لا. إن كان قاعد وثابت يبقى كويس، تروح تترك. وبرضه لازم تشاور أب اعترافك. واحد بيقول ما هو موقف الدين تجاه الخصيان المذكورين في إنجيل متى صح 19، وخاصة المولودين هكذا من بطون أمهاتهم، من الناحية العالمية كالزواج ومن الناحية الروحية كالرهبنة، وإن كان لا يصلح ليكون واحدا من اثنين فكيف تكون حياته؟ وهل يحق لذلك الشخص المولود بالشر أو باللعنة كما يسميه الكتاب المقدس في سفر التثنية أن يتقرب بالأسرار؟ لا، الخصيان ليست لعنة. ممكن ان الخصي ما يتجوزش لانه لا يصلح للزواج، ولكن ممكن يترهبن اذا احب، واذا كان يصلح للرهبنه من الناحيه الروحيه، يعني لا يوجد سبب قانوني يمنعه من الرهبنه. اذا كانت روحياته تصلح ما فيش مانع، وممكن يعيش في العالم زي ما هو كده، يعني لا زواج ولا رهبنه ممكن، لكن زواج لا يمكن إطلاقا، ما يصلحش. ده كأن بنت متجوزة بنت يعني. واحد بيقول هل من المعقول لدينا أن يكون لدينا شباب قوي في الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة بتضع كل هذه الأصوام على مدار السنة؟ والمسيح صام 40 يوم و40 ليلة، كيف تزيدها الكنيسة إلى 55 يوم ويومين في الأسبوع لا نقاش عليهم إلا الأربعاء والجمعة وصيام الميلاد وصيام العذراء وصيام يونان؟ نقول وقداستك تعلم جيدا أن الصيام مذلة ومهزلة للجسد. كده جرالك إيه يا ولد؟ فكيف نضع في الشباب كل هذا الصراع وأنا واحد منهم؟ لأني إذا صمت كل جسد وكل نشاط الحركي يقف يعني، وإذا لم أصم يكون بداخلي صراع نفسي فظيع يرشدني. شوف يا ابني، عايز أقول لك حاجة. الظاهر انك انت فاهم الصحة غلط. اوعى تفتكر ان الاكل الفطاري كويس للصحة احسن من الصيام ابدا. يا ريتك تقرا كتاب عن النباتيين وازاي صحتهم كانت احسن من اللي بياكلوا لحمة وبياكلوا دهون. ما برنارد شو كان راجل نباتي وعاش 95 سنة وصحته كانت قوية. أبونا آدم كان راجل نباتي، وأمنا حواء كانت نباتية،
وعاشوا كل واحد أزيد من 900 سنة. أنت فاكر الأكل الصيامي يضعف الصحة؟ ده الأكل الصيامي يخلي الصحة أقوى. العالم دلوقتي اللي بيشكي من أمراض الكوليسترول ومن السمنة ومن الدهون ومن الشحوم المتلتلة كده فوق جسم الإنسان، يقعد يعمل لها ريجيم ويعمل لها وسائل كثيرة لكي يخس. هو دي الصحة؟ لا يا حبيبي، لا. يا ريت يكون في عندنا ثقافة في التغذية، ثقافة في التغذية، وإزاي إن الإنسان ممكن بالصيام تكون صحته أقوى. وجايز في الأكل الفطاري يسمن لكن ما تبقاش صحته قوية. السمنة شيء والصحة القوية شيء آخر. وجايز إنسان يكون نحيف وصحته في منتهى القوة. وزي ما بقول لك العالم فضل نباتي ولم يصرح بأكل اللحوم إلا بعد فلك نوح. تجدها في الإصحاح 9 من سفر التكوين. يا ريت تقرأ كتاب روحانية الصوم اللي أنا نشرته ليكم، وإذا ما كانش عندك أديك كتاب هدية. وتعالى لي في الفطار علشان نديك الكتاب وشوية شوكولاتة. فما تفتكرش الصيام وحش، الصيام حلو جدا. عايز اديك مثل اخر، قصة دانيال النبي، ازاي لما هو صام هو والثلاث فتية كانت صحتهم احسن من صحة الباقيين. اقراها في سفر دانيال اصحاح 1. هو حد تعب العالم دلوقتي غير الدهون واللحوم والتسبيك والحاجات الأغذية المعقدة في تركيبها التي يبذل الجسد جهدا كبيرا لكي يقبله. أما كون أن المسيح صام 40 يوم وإزاي إحنا بنزود؟ على فكرة ما فيش حد فيكم يقدر يصوم 40 يوم زي ما صامهم المسيح، صيام على طول كده بدون أكل خالص. أما زيادات ل55 فدي في أسبوع الآلام، ومش ممكن أبدا إن إحنا نفطر أسبوع الآلام والأسبوع السابق ليه. فما تخافش على صحتك أبدا. والكنيسة لما كانت قوية في الأصوام كانت قوية أيضا في الإيمان وفي الجسد أيضا. ده أنت تشوف بعض الرهبان اللي بيصوموا طول السنة تقريبا إلا في الأعياد، تلاقي الواحد فيهم بيمشي في الصحراء بال20 كيلو زي الغزال ولا يتعب ولا حاجة. وهات واحد من اللي كابس معدته لحوم وبيض ودهن وحاجات زي دي وخليه يمشي 3-4 كيلو ويتعب ولا لا؟ الجسم بيبقى خفيف ونشيط. ما تخافش من الصبح. وعلى كل انسان الرسل قرب يخلص، ده العيد المحرم. واحد بيقول لماذا عمل السيد المسيح معجزة تحويل الماء لخمر مع ان الخمرة بتفسد العقل والروح؟ في الحقيقة هناك فرق كبير بين الخمر والمسكر. عشان كده قيل عن يوحنا المعمدان خمرا ومسكرا لا يشرب. في فرق. الخمر اللي كان المسيح بيسمح بيها هي عصير الكرمة، اللي مجرد عصير العنب بالتخمير تكون نسبة الكحول اللي فيه 4% 5%، ودي نسبة لا تؤذي إطلاقا. أما الخمر اللي بطريقة تقطير
وبتصل إلى 50% ولا 60% كحول، فهذا الكحول الزائد هو اللي بيفسد العقل والروح. طبعا الخمر اللي سيد المسيح سمح بيها في عرس قانا الجليل لم تكن مسكرا، وكانت مجرد خمر بالتخمير بفعل المعجزة، ولم يكن فيها كمية من الكحول تفسد الجسم. واحد بنقول في الإيمان نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة خطايا، ليه بنعم الناس من طوائف أخرى؟ هو مفروض معمودية واحدة للإيمان الواحد، للإيمان الواحد. مجمع خلق دنيا الذي رأسه القديس كبريانوس سنة 256 و257 و258 أخذ 3 سنين، اتكلم كتير في الموضوع ده. واحد بيقول إذا كلنا ملوك وكهنة فلماذا نحتاج لأب اعتراف؟ حاضر يا صاحب الجلالة الملك والكاهن. ملوك وكهنة بمعنى روحي، كاهن بمعنى روحي، يعني زي ما بيقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، يعني تقديم ذبائح روحية زي الصلاة والسجود والركوع، لكن ليس الكهنوت بمعنى خدمة المذبح وخدمة الأسرار. يا ريت تقرأ كتاب الكهنوت بتاعي، هتلاقي فيه إجابات كتيرة زي دي. أنت ما تحتاجش الأب اعتراف إذا كنت ما بتخطيش خالص، وحتى إن كنت لا تخطئ تحتاج إلى أب اعتراف كمرشد يرشدك في طريق البر. لكن ما دام بتعمل خطية تروح تعترف بيه. واحد بيقول تقابلت مع فتاة في تصحيح أحد الامتحانات وكنت أستريح لسلوكها وكنت أشتم فيها رائحة المسيح، ولم أكن أعرفها لأنها من مدرسة أخرى، وتقدمت لها برغبتي في خطبتها فوجدت منها قبول. وبعدين بيقول إن أنا محتار وهل الزواج ده من الله ولا لا، والتجأت للصلاة وزيارة الأديرة لوضع اسمي واسمها على المذبح وشغلانة طويلة عليها. وبيقول أنا قطعت مسافة 600 كيلو لأحضر لقداستكم وأستشيرك في هذا الأمر، وهو مدرس ثانوي. شوف يا حضرة الأستاذ، عايز أقول لك حاجة. أول حاجة أعتب عليك فيها إن يبدو إنك أنت عندك شيء من التردد. واحدة تشتم فيها رائحة المسيح وتستريح إليه وتتقدم لخطبتك، وبعد كده ترجع تفكر وتقول ده من الله ولا لا، وهيضيع حياتي ولا ما يضيعش. يعني إزاي بقى الكلام ده؟ المفروض أنك تفكر طويلا قبل أن تأخذ قرارا. طب افرض أنك أنت مش عارف الحكاية دي من ربنا ولا لا، اقعد فكر، شاور القديسين كله، لكن تروح تخطبها وتكلمها وبعد ما هي توافق تقول أروح أشاور القديسين. طب وراحت فين رائحة المسيح دلوقتي؟ طارت. خليك ثابت شوية، وتفكر قبل القرار وليس بعد القرار. لكن على كل من الحكاية ما تزال في إيدك، وما فيش مانع تصلي وتاخد إرشاد القديسين، لكن ما تروحش للبنت وتقول لها أنا متشكر فيك وبصلي وبروح للقديسين. خلي دي في سرك كده. واحد
بيقول لماذا بدأ السيد المسيح الكرازة والختمة في سن 30؟ ولقد سمعت أن الطالب الإكليريكي عندما يتخرج يظل هكذا حتى يبلغ سن 30 ويترسم كاهن، فلماذا لا يرسم كاهنا قبل تلك السن؟ وهل رقم 30 له دلالة معينة في الكتاب المقدس وله بركة معينة؟ هو طبعا كانوا في العهد القديم كان الكاهن يبتدي من سن 30 لكي يكون على الأقل عنده نضوج في الفكر وفي التصرف. والسيد المسيح مشي على ناموس العهد القديم حتى لا يتهم بأنه كاسر للناموس، مع أنه بالنسبة للناموس كان من سبط يهوذا، وسبط يهوذا لم يكن سبط الكهنوت، ولم يكن هو كاهنا على طقس اللاوي وإنما على طقس ملكي صادق، ولكن ابتدى في 30 على اعتبار ان دي السن اللي هي معتبرة للخدمة في العهد القديم. ولذلك يوحنا المعمدان أيضا لم يبدأ خدمته إلا في سن 30. أما من جهة العهد الجديد فليست شرطا، ممكن أن يوجد كاهن أقل من هذه السن إذا كان ناضجا في فكره، في عقيدته، في روحياته. والقديس أثناسيوس الرسولي صار بطريركا وهو أقل من 30، فدي مش نقطة. إذا كان شخصا ناضجا وروحيا ونشيطا والكل مرشحينه ممكن قبل 30 ممكن. واحد بيقول المسيح قال إني أنقض هذا الهيكل وفي 3 أيام أبنيه. ما المقصود بهذا الهيكل؟ مقصود جسده، يعني جسده يموت ويقوم في اليوم الثالث. لماذا منع الروح القدس بولس الرسول من التبشير في آسيا؟ لأن كانت هناك خدمة في مقدونيا تحتاج إليه أكثر فأرشدوا إلى مقدونيا. واحد بيسأل عن الإدانة وبيقول أنا أقع في الإدانة كثيرا، اديني تدريب. أنا مش بس هديكوا تدريب، أنا هديكوا كتاب وموجود في المطبعة، باقي التشاطيب والتصوير والطبع والتجريد والحاجات دي، لكن كتأليف وكمراجعة خلص. لكن هقول لك تدريب دلوقتي، وتدريب جايز ينفع لكل الناس. غالبية الإدانة بتأتي من الفراغ. من الفراغ. ناس فاضيين ومش لاقيين حاجة يتكلموا فيها فيقعدوا يتكلموا في سيرة الناس. ولذلك الشخص اللي بيقدر يستغل وقته وما يكونش عنده فراغ مش معرض للوقوع في هذه الخطية زي غيره. ومن رأيي إن في البيت تشوفوا لكم موضوع تاني غير نشرة الأخبار بتاعة العائلات والحي المحيط والحاجات اللي زي دي. الناس يقعدوا ما فيش غير فلان وفلان. يا ريت يكون في برنامج لشغل الوقت في البيت. يعني أول ما يكونوا قاعدين واحد يروح مقترح موضوع كويس ويتكلم فيه، قصة لطيفة ويقولها، خبر لطيف ويقوله، معلومة من المعلومات الكويسة ويقولها، يشغل الوقت بشيء نافع. العقل دايما بيشتغل واللسان غالبية وقته بيشتغل، فإذا لم يشتغل في شيء نافع هيشتغل في شيء ضار. فيا ليتنا نجد طريقة لقضاء وقت الفراغ سواء في البيت أو خارج البيت. وده عايزة إنسان يكون ناصح ودارس ويقدر يدخل موضوع ديني كويس، حكاية لطيفة كويسة، جزء من سير القديسين أو من التاريخ يقولوا،
قصة سمعها عن معجزة، عن أعجوبة يروح قايلها، كلمة لطيفة من الكلام المأثور سمعوا يقولوا، حتى لو موضوع علمي أو ثقافة مفيدة وهو أراه يقول لهم ده احنا قرينا حاجة لطيفة كذا كذا كذا، ويروح قايل الموضوع. المهم يدخل موضوع للمناقشة نافع ومفيد، غير ماسك سيرة الناس، غير ايه ماسك سيرة الناس. هو غالبية الناس بيمسكوا السيرة من الفراغ، فراغ في الوقت وفراغ في الفكر، الاتنين مع بعض. لا في ذهنه موضوع نافع يقدمه لأن في ذهنه فراغ، ولا فراغ الوقت قادر يشغله بما يفيد، فهذا الفراغ بيضيعه. ده لو كانوا في العيلة كل واحد يفكر يمسك إدارة المناقشة بتاعت يوم يحضر له، حتى وسط أصحابك ومعارفك، لما تكون قاري كتير ومحضر كتير وفي ذهنك شيء جديد الناس ما يعرفوهوش، وشيء مشوق الناس يلتزوا بيه، وشيء نافع لهم فكريا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو دينيا أو روحيا أو عقيديا أو أي حاجة. لكن الناس اللي ما فيش في فكرهم حاجة يقولوا حصل ايه وجرى ايه، وسيرة الناس هي الحاجة الوحيدة. زي ما يكون في بعض ناس جعانين أخبار، جعانين ايه أخبار. أول ما يقابلك يقول ايه الأخبار، آخر أخبار ايه، أو أخبار فلان ايه، أو أخبار فلان ايه، أو أخبار العيلة ايه. ويا ريت يفكر في خبر عدل، يفكر في خبر يتعبه ويتعب اللي حواليه، والناس يسمعوه ويقولوا يا خبر، تعبانين من الكلام. حاولوا انكم تعالجوا ايه مشكلة الفراغ. ناس بعتلي سؤال برضو على القضية بتاعت الزوجتين دي. انا نشرت في جريدة وطني مقال عن الموضوع ده، وزي ما قلت محكمة النقد والإبرام اللي هي أحكامها بتعتبر فداوة قضائية أو كأنها بحكم القانون، قالت إن المسيحية ما فيهاش غير زوجة واحدة. وكبار أساتذة القانون المدني في كليات الحقوق في القاهرة وفي عين شمس وفي الإسكندرية قالوا إن المسيحية ما فيهاش غير زوجة واحدة، ودي بديهية موجودة، ونحن لسنا محتاجين إلى من يشرع لنا في الأحوال الشخصية. يا ريت تقروا الكتاب اللي أنا كاتبه عن شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وصاحبة هذه القضية ممكن إنها تستأنف وتخلي محامي قوي يشتغل معاها، وهيتضح في الاستئناف مصلحتها وإن مفيش غير زوجة واحدة. ولو عايزة أي معونة مننا إحنا مستعدين. سؤال: يتكلم عندنا بعض الآباء الكهنة والأسقفة التي تأتي عندنا عن الانتقال إلى العالم الآخر مع المسيح في الأبدية الدائمة، فما هو العالم الآخر؟ هو مع المسيح في الأبدية الدائمة زي ما في السؤال. وما هي الاستعدادات للانتقال إليه؟ وكيف يحصل الفرد عن الأبدية الدائمة؟ العالم الآخر هو السماء، الفردوس، ثم بعد ذلك ملكوت السماوات، ملكوت الله ورشليم السمائية، مسكن الله مع الناس إلى آخره. العالم الذي نذهب إليه ليس بعد الموت مباشرة، وإنما بعد القيامة أيضا. بعد الموت مباشرة ممكن الأرواح الكويسة تروح الفردوس، وبعد القيامة تذهب إلى الأمجاد السمائية، إلى
أورشليم السمائية إلى ملكوت السماوات. العالم الآخر الذي نحيا فيه إلى الأبد مع المسيح، مع القديسين، مع الملائكة، عايز استعداد بالتوبة وبالعمل الصالح. أدي الاتنين دول، وبمحبة الله ومحبة الناس، كده ممكن الواحد يوصل. واحد بيقول: سمعت من بعض الكهنة أنه توجد أديرة لا تقبل الشهادات المتوسطة في الرهبنة، فهل دخول الفردوس يكون لأصحاب الشهادات العليا فقط؟ أنت بتتريق قبل ما تبقى راهب؟ أما لو دخلت الدير تبقى إيه؟ لازم تبطل التريقة دي قبل ما تروح الدير. الأديرة تريد إنسانا روحيا حتى لو ما كانش واخد شهادات خالص. تريد إنسانا روحيا حتى لو ما كانش واخد شهادات خالص. وعندنا في الأديرة كل الأنواع، اللي واخد شهادات عليا كبيرة جدا جدا ودكتوراهات، واللي واخد شهادة جامعية عادية، واللي واخد شهادة متوسطة، واللي واخد يا دوبك شهادة الميلاد. وشهادة العماد وشهادة التطعيم ضد الكوفيد. لكن ما فيش قوانين. بيقول توضح لنا القانون ده. ما فيش قوانين زي ده يا حبيبي. بس لو انت رحت وما قبلوكش ما تفتكرش ما قبلوكش عشان شهادة متوسطة، ما قبلوكش عشان التريقة اللي بتتريق بيها دي، تبطلها قبل ما تروح. واحد بيقول: ماذا بعد القيامة؟ هل ستعوض الأرض تعود الأرض كما كانت خاربة وخالية والعالم سيفنى، أم ستكون هناك خليقة جديدة على الأرض؟ لازم دول شو يهوى بتقول. الكتاب بيقول: السماء والأرض تزولان، وبيقول: أبصرت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا ولم تعودا توجدان بعد. فالأرض العادية اللي هي فيها الحياة المادية مش هنحتاج لها في السماء ما دمنا سنقوم بأجساد روحانية لا علاقة لها بهذه المادة. فالعالم المادي هيزول ونعيش في عالم آخر روحاني. يعني ما نحتاجش للشمس ولا القمر ولا النجوم ولا النبات ولا الحيوان. العالم بيتغير. واحد قال: قداستكم أجبتم الأسبوع الماضي عن سؤال العشور وإعطائها للأقارب، فهناك أخت بتسأل عن مقدار الجزء المعطى للفقراء إلى آخره. إحنا ما نمشيش بالحرف، على حسب احتياج قرايبك واحتياج الفقراء لا نستطيع أن نحدد. المسيحية ديانة محبة وحكمة، مش تحديدات بالأرقام والحاجات. واحد بيسأل عن العلاقة بين الخطيب وخطيبته، مفروض تكون علاقة في عفة وفي طهارة. واحدة بتقول: أنا متزوجة بقالي 12 سنة وزوجي سايبني ومشي بقاله 11 سنة. هو بتقول وهو مريض عقليا، فماذا أفعل؟ أولاً، هل مريض عقلياً بحكمك أنت ولا مريض عقلياً فعلاً في مستشفى أمراض عقلية؟ دي أول نقطة.
تاني نقطة، هل هو مريض عقليا قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ هتقول طبعا قبل الزواج، وما نتجوز ليه؟ إذا كان مريض عقليا قبل الزواج ولا يدري ما هو فيه، ممكن الحكم ببطلان الزواج. ممكن الحكم إيه؟ ببطلان الزواج. لكن إذا جاله مرض بعد الزواج، مفروض مراته ترعاه وتهتم بيه. وطبعا مش معقول يكون عاقل ويسيبه، يعني هو لازم مريض عقليا طبعا. الحكاية دي تحوليها للمجلس الإكليريكي. نكتفي بهذا وناخد أي ترتيل وبعدين نخش في المحاضرة بتاعتنا. البنت الصغيرة دي اسمها وفاء عادل أمين، مش عارفة إخواتها فين وقرايبها فين. حد موجود من قرايبها هنا؟ هنا أنا بره. هنا عندكم؟ شايفة أهو اللي بيشاوروا لك، شايفة كده؟ حد يشيلها وينزلها كده، شيلها ونزلها بس. كويس كده، يعني سبحان مجمع الأحباب.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهارده إن شاء الله ناخد آخر محاضرة في العظة على جبل. ننهي هذا الموضوع عشان لو أحيانا الرب وعشنا ناخد موضوع جديد. بيقول السيد المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. هنا السيد المسيح يكلمنا عن الرجل العاقل والرجل الجاهل، وفي الواقع التفريق ليس تفريقا عقليا، إنما هو تفريق في السلوك وفي العمل. تماما مثلما أعطانا مثل الخمس عذارى الجاهلات والخمس عذارى الحكيمات، والفرق أيضا في السلوك وليس في العقل. هناك فرق كبير بين الذكاء والحكمة. الذكاء موهبة فكرية عقلية. شخص ذكي يعني عقله نشيط، يفهم بسرعة، يستنتج بسرعة، يفكر كويس. أما الشخص الحكيم فهو الشخص الذي يسلك سلوكا سليما. الحكيم ممكن يكون ذكي، الحكيم ممكن يكون ذكي، لكن لا يشترط ان كل انسان ذكي يكون حكيم. في انسان ذكي لكن عنده امراض نفسية او عقلية او اجتماعية بتتعبه. زي إنسان مثلا يكون ذكي لكن غضوب، والغضوب يوقعه في مشاكل لا يقع فيها الجاهل. فمش كفاية بس إنسان يكون ذكي. يعني جايز واحد يطلع الأول في الكلية أو في أي شهادة دراسية وتلاقي تصرفاته وحشة جدا، فعنده عقل وذكاء لكن ما عندوش حكمة في التصرف. وجايز تلاقي إنسان فيلسوف وعقله في منتهى النضوج والذكاء والنشاط الفكري والقياسات العقلية والفكرية إلى آخره، ومع ذلك تلاقيه فيلسوف وملحد. والكتاب بيقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني هذا الفيلسوف الملحد الكتاب بيعتبره شخص جاهل، لأنه يجهل الله ويجهل حقائق الأمور الخاصة بالخلق وبالأبدية وبالروح. يجهل، فعلا جاهل.
فالذي يطلبه منا الكتاب أن نكون عاقلين، أن نكون عقلاء، حكماء، فهماء، وليس مجرد الذكاء، ليس مجرد النشاط الفكري. ولهذا نجد أن الحكمة في الكتاب المقدس مرتبطة بالسلوك العملي. يعني مثلا في رسالة معلمنا يعقوب الرسول الإصحاح 3 يقول إيه؟ من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. أنت حكيم، ورينا حكمتك بأعمالك في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. وبعدين يقول وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمار صالحة. يبقى حكمة عملية، إنسان حكيم يتصرف تصرف عملي مظبوط مهما كان فكره. ولهذا قيل عن العذارى الحكيمات إنهم حكيمات لأنهم استعدوا وجابوا معهم زيت في آنيتهن ولم يتركوا مصالحهم تنطفئ. ده تصرف حكيم. حكيم يري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. عشان كده الكتاب يقول الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام، في سفر الجامعة صح 2. يبقى المسألة مسألة سلوك، واحد بيسلك في الظلام ولا واحد بيسلك في النور. العجيب إن الإنسان الجاهل كما يقول سفر الأمثال، يقول طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. جاهل مغرور، زي واحد فيه عنده ذكاء وذكاؤه جايب له غرور، وغروره مخليه شاطح كده وماشي غلط، وطريقه مستقيم في عينيه. تكلمه يقول لك لا ده صح ويجادل. ياما ناس أذكياء يتعبهم ذكاؤهم ويكون سببا في فشلهم إذا استخدموا الذكاء بغير حكمة، أو إذا الذكاء ارتبط بشهوة بطالة أو ارتبط بخطية. وفكركم الحرامية مش أذكياء، ده ذكاء على آخر لكن مش حكماء. وتلاقي واحد يدبر الحكاية وينهب زي ما عايز ولا يترك أثرا. وكثير من المجرمين أذكياء وبيقدر يدبر الجريمة مظبوط، ولكنهم ليسوا حكماء، لأن الذكاء اللي عنده ارتبط بخطية. كتير من الناس بيخلطوا بين الذكاء والحكمة. الذكاء ده نضوج في الفكر، لكن الحكمة سلوك وتصرف حسن. الإنسان اللي بيكون حكيما في عيني نفسه
بيربط ذكائه بالغرور فيسقط نتيجة غرور. قيل عن يوسف الصديق إنه كان رجلا بصيرا وحكيما. ليه حكيم؟ مجرد ذكاء، عرف يصرف أمور البلد تصريف تماما، عرف يوظف تموين مصر في أصعب الظروف بطريقة حكيمة جدا. فالحكمة بتكون دايما في التصرف، وهي مطلوبة في كل شيء. وعكس الحكمة عند الكتاب يسميه الجهل. والجهل مش معناه انه مش متعلم، لا، الجهل في الكتاب معناه ان تصرفه تصرف خاطئ. زي ما بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، بينما هذا الجاهل جايز يكون فيلسوف، لكن الكتاب مسميه جاهل. الكتاب يقول الانتهار يؤثر في الحكيم. إذا معناها جايز حكيم ومع ذلك تنقصه أشياء فيقبل المشورة ويقبل الانتهار. عشان كده في آية لطيفة جدا بتقول وبخ حكيما يحبك وبخ جاهلا يكرهك. وبخ حكيما يحبك وبخ جاهلا يكرهك. في سفر الأمثال إصحاح 9 آية 8. يعني ممكن الحكيم يقبل التوبيخ، وممكن الحكيم يقبل العتاب، وممكن الحكيم يقبل النصيحة، وممكن الحكيم يقبل الانتهار. لكن تقول حكيم يعني عقله عالي فوق مستوى ان الناس ينصحوه او يوبخوه ينتهروه، لا، ده من حكمته بيقبل الانتهار ويقبل التوبيخ ويقبل النصيحة ويقبل المشورة. والحكيم يطيع، بينما الجاهل جايز من غروره لا يطيع. وربنا بيطلب الحكمة أيضا في الخدمة. لما بيقول إنسان بنى بيته على الصخر وإنسان بنى بيته على الرمل، بيته إما حياته الروحية وأبديته، وإما خدمته وحياة الناس اللي في إيديه، وإما بيته تعليمه مثلا بنى بيته على الصخر، والتاني بنى بيته على الرمل. يعني واحد خلى بيته على أساس متين صخري، وواحد على الرمل يعني لا أساس له. على فكرة حاليا المهندسين لما يجوا يبنوا يوصلوا لحد الرمل يقول دي أرض ثابتة، لكن ما بيبنيش على الرمل اللي في الهواء، وإنما فوق الرمل بيحط خرسانة عادية وبعدين خرسانة مسلحة وبعدين سملات وأعمدة لغاية لما يطلع، وبتكون أساس صخري جبار حديد، مش بس صخر، حديد. فيبقى البيت مش مبني على الرمل، مبني على الحديد المسلح على أساس متين. فلازم اللي يبني بيته يبنيه على أساس متين. يبنيه على الرمل يعني واحد يجي على الأرض العادية العارية ويروح باني، تيجي الرمل الريح تشيل الرمل اللي تحت منه يروح واقع. فلازم أنت تبني حياتك على أساس. السيد المسيح بيقول بيبني الشخص روحياته على العمل. ليه بقى؟ الاتنين. قال ده يسمع كلامي ويعمل به، وده يسمع كلامي ولا يعمل به. إذن كأن الأساس في المقارنة كله هو العمل.
يعني إخواتنا اللي يقولوا إيمان ومفيش أعمال، العظة على الجبل كلها أعمال. العظة على الجبل إيه؟ كلها أعمال، من أول التطويبات لغاية آخر الآيات. بل بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل مشيئة أبي. يعني اللي عنده أعمال، يعني إيمان لوحده يا رب يا رب ما يجيبش النتيجة، لكن من يسمع ويعمل. لاحظوا هنا إن في ناس جهلة ومع ذلك كانوا بيسمعوا كلام ربنا، بس بيسمعوا ما بيعملوش. دي معناها إن السيد المسيح وهو بيكلم الجموع بيقول لهم أيها الجموع، فيه منكم نوعان، نوع من الذين يسمعونني الآن يسمعون ويعملون، ونوع يسمعون ولا يعملون. النوعين موجودين. فيه إنسان بيجي الكنيسة لمجرد المعرفة، وفي واحد بيجي الكنيسة من أجل الحياة. في واحد يسمع ويملأ عقله بخزانة معلومات ويصبح دائرة معارف ويجيب على كل سؤال بيسمع. وفي إنسان يأخذ الكلام ويعمل به، يأخذ الكلمة لكي تصير له حياة، والسيد المسيح عايز هذا النوع. ما هو في واحد زي الشاب الغني سمع كلمة من المسيح ومضى حزينا. بقى واحد يسمع كلمة من المسيح ويمضي حزين، يمضي حزين ليه؟ مش قادر يعمل بيها. وليه مش قادر يعمل بيها؟ لأن فيه شهوة في قلبه منعاه من إنه يعمل بيها. بالنسبة للشاب ده كان شهوة المال. وياما ناس بيسمعوا عظات وفي شهوة جوه القلب منعاه من إنه يعمل، أو خطية رابضة جوه قلبه منعاه من إنه يعمل. فليس العيب في الكلام، لكن العيب في القلب من جوه. يسمع ولا يعمل. ولا يعمل ليه؟ فيه شهوة، فيه خطية منعاه إنه يعمل. العيب مش في الكلام. عشان كده قال خرج الزارع ليزرع. نفس الزارع ونفس البذار، ولكن بذار وقعت على أرض جيدة جابت نتيجة، وبذار وقعت على الشارع، على الطريق، على شوك، على أرض محجرة ما جابتش نتيجة. الشاب الغني سمع الكلمة من المسيح ولم يعمل بها. شاب غني آخر هو القديس الأنبا أنطونيوس سمعها في الكنيسة وعمل بيها. يا ريت بينك وبين نفسك تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أنا لا أعمل بما أسمع؟ لماذا أنا لا أعمل بما أسمع؟ عشان إيه؟ إيه اللي بيمنعني من التنفيذ؟ إيه اللي بيعوقني؟ خطية من جوه ولا خطية من بره؟ خطية من جوه زي البذار اللي وقعت على أرض محجرة. خطية من بره زي اللي طلعت والشوك من بره خنقها. بيئة بتتعبه، عثرات من الخارج بتتعبه، طيور بتلقط البذرة وتطير بيها زي اللي بيقول الزرع. البذار بيطير خدها وطار بيها في سبب.
صدقوني لو كان الناس يعملون ولو بعشر ما يسمعونه كان كفاية عليهم، ولو 1% من اللي بيسمعوه كان كفاية عليهم. لو كان الناس يعملون بجزء بسيط مما يسمعونه كان يبقى كفاية عليهم. لكن احنا غاويين سماع معلومات كتير 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 وعمل مفيش. ممكن اي واحد يسمع موضوعات وآيات ويمتحنوا فيها في اللاهوت الروحي برضه بتوع الإكليريكية، لكن إيه العمل؟ ما هو العمل؟ من يسمع كلامي ويعمل به. ما هي دي المشكلة بتاعت الخطية الأولى من أول آدم وحواء. أهو سمعوا كلام ربنا لكن ما عملوش بيه. الكتبة والفريسيون كانوا يسمعون كلام المسيح وبعدين يسمعونه لكي يصطادوه بكلمة، يسمعونه لكي ينتقدوه عشان يوقعوه في تهمة، عشان يدوروا له على غلطة من الكلام اللي بيقوله. هو كل واحد بيسمع نقي في نيته ويريد أن يستفيد، لازم أنك أنت يكون عندك الرغبة في الاستفادة، وبعد الرغبة في الاستفادة تحول الكلام إلى حاجة عملية وإلى تدريب، وبعدين تضغط على نفسك وتقاوم روحك إذا عارضتك في التنفيذ، وتشوف إيه الموانع اللي جواك وتحاول تنتصر على هذه الموانع. ولذلك ممكن ربنا يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان. تقول ما كنتش أعرف، ده أنت تعرف قوي. تقول ما حدش قال لي، قالوا لك. تقول ما قريتش، الكتب مالية المكتبات. ما سمعتش، الاجتماعات مالية الدنيا. امال ايه الحكاية؟ الحكاية انك انت مش عايز بصراحة كده. عشان كده المسيح كان كل ما يجي يشفي مريض يقول له أتريد أن تبرأ؟ انت عايز تشفى ولا لا؟ ان كنت عايز الطريق واضح امامك، مفيش عذر. نهايته إذن الحكمة هي في العمل بالوصية، والحكمة هي في الاستعداد للأبدية. علشان كده السيد المسيح امتدح وكيل الظلم. ليه؟ لأنه بحكمة صنع. ايه الحكمة اللي بصنع؟ قاعد يفكر في مستقبله، يجرالي ايه بعد كده، واخذه مثالا لمن يفكر في ابديته. دي الحكمة. اما الايمان فهو للكل. كثيرون يقولون لي يا رب يا رب، لكن المهم في العمل. بعد كده بيقول ايه؟ بيقول من يسمع كلامي ويعمل أقوالي ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. طب ايه هو الصخر اللي الواحد يبني بيته عليه؟ الصخر هو الإيمان العميق بربنا، دي نمرة واحد. والصخر ايه تاني؟ الفهم السليم لوصايا الله. طب والصخر ايه كمان؟
والصخر هو محبة الله، محبة الناس، محبة الخير. في واحد بيعمل مضطرا، وواحد بيعمل الخير خجلا وخوفا من الانتقاد، وواحد بيعمل الخير خوفا من العقوبة، وواحد بيعمل الخير خوفا من الفضيحة، وواحد بيعمل الخير حبا في المديح والمجد الباطل، وواحد بيعمل الخير انسياقا وراء التيار الموجود حاليا، بحيث لو اتغير التيار هيتغير معاه. كل ده مش هو الصخر. واحد بيصلي لأن دي العادة انه يصلي، وواحد بيصلي لأن أب اعترافه أمره يصلي، وواحد بيصلي لأن الروحيات انه يصلي، وواحد بيصلي عشان ضميره ما يتعبوش إنه صلى. مش هو ده الصخر. الصخر إنك تصلي حبا في الله، والصخر إنك تعمل الخير حبا في الخير وحبا في الله. هو ده اللي بيبني بيته على الصخر. إن ما كانش كده يبقى ممكن الإنسان معرض إنه يضيع. طب إيه تاني؟ السيد المسيح بيورينا إن الكويسين والوحشين هما الاتنين معرضين للتجارب. الكويسين والوحشين هما الاتنين معرضين للتجارب. العاقل حصل له إيه لما بنى بيته؟ هبت الرياح وجاءت الأمطار والأنهار، نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح. والجاهل برضه نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح. يعني العاقل والجاهل كلاهما معرضان للتجارب. الإنسان بتاع ربنا واللي مش بتاع ربنا هما الاتنين معرضين للتجارب، لكن واحد بيثبت وواحد لا يثبت. واحد تجيله العثرة يقع على طول، وواحد تجيله العثرة يقع بعد مقاومة، وواحد تجيله العثرة لا يمكن يقع إطلاقا مهما كانت قوية. القلب من جوه فيه صخر ولا مفيش صخر؟ الكل معرض. ما قالش السيد المسيح ان الابرار مش معرضين للتجربة، ومعرضين للامطار وللرياح وللانهار، لكن مش ممكن ابدا تجرفه لانه مبني على الصخر. في كل مرة تقع فيها قول انا ملياش اساس متين، لو ليا اساس متين ما كنتش وقعت. كتير مننا لما نقع نجيب العيب على غيرنا اعثرنا، غيرنا اهملنا، غيرنا وقعنا في خطية، غيرنا. زي واحد تقول له سقطت ليه؟ يقول لك مفيش افتقاد، الكهنة ما بيأدوش واجبهم، الأساقفة ما بيرعوش الناس، الكنيسة مش قايمة بواجبهم. كده بقى. ولا انت وقعت عشانك انت اللي مش كويس؟ دايما الواحد يرمي حمله على غيره ويدور له على شماعة يعلق عليها أخطاء. لا يا حبيبي، لو بيتك مبني على الصخر حتى لو ما حصلش افتقاد من الكهنة ليك، حتى لو الكنيسة أهملتك برضو تبقى صخر زي ما انت صخر. ده واحد لو لقى الكنيسة تعبانة هو اللي بيصلح الكنيسة، لو لقى الكنيسة فترة هو اللي بيدي حرارة للكنيسة، لو لقى مفيش افتقاد هو اللي بيفتقد، لو لقى مفيش تعليم هو اللي بيعلم. فأنت بلا عذر أيها الإنسان. ما ترميش حملك على غيرك
ما ترميش عيبك على غيرك. قول انت مبني على الصخر ولا مبني على الرمل. مفيش غير كده، مفيش غير كده. طب ما في ناس عاشوا في وقت ما كانش فيه خدمة أبدا أبدا. هو أيام حبيب جرجس كان فيه خدمة؟ ما كانش فيه خدمة. هو اللي ابتدى الخدمة وهو اللي أسس الخدمة. كانت الكنيسة ضعيفة لكن هو كان قوي من جوه واشتغل. بيت مبني على الصخر. هو ساعة موسى النبي ما قام كان فيه خدمة، كان فيه جو كويس؟ ده هو اللي أنشأ الجو ده، والناس كلهم كانوا تعبانين. هو اللي أنشأ الجو. ما تحاولش انك تعتذر. اللي بيعتذر ده مش مبني على الصخر. اللي بيعتذر ده مش مبني على الصخر. ما الناس في حياتهم زي فيه نوعين. نوع من العنب، عنب أرضي بيقف على حيله كده، يربوه بحيث يقف على حيله زي الشجر. وفي عنب تكعيب. إذا عنب التكعيبة ده ما لقاش تكعيبة يستند عليها يقع على الأرض ويعفن ويموت. لازم يحتاج لتكعيبة يطلع عليه، لازم. فأنت من نوع عنب التكعيب ولا العنب الأرضي؟ العنب الأرضي ثابت كده. تقول لي ما كله تكعيب. زي بعض. ربنا يبعت لك تكعيبة تستند عليها، بس لابد يكون عندك في داخلك القوة على النمو وعلى الإثمار وعلى مقاومة الآفات إلى آخره. كل إنسان سواء حكيم أو جاهل النعمة بتفتقده، والروح القدس يريد أن يعمل فيه. لكن في إنسان حكيم بيقبل عمل النعمة، وإنسان جاهل يرفض عمل النعمة. إنسان حكيم يشترك مع الروح القدس في العمل، وإنسان جاهل ربنا يقرع على بابه فيرفض أن يفتح. إذن الحكمة في إنك أنت تستفيد من عمل الروح، وتستفيد من عمل النعمة، وتستفيد من الافتقاد. ما في إنسان ناس بيفتقدوه ما بيجيش، مش مبني على الصخر، ما عندوش محبة الخير في قلبه. تكلموا كده زي أهل سادوم. ما أهل سادوم ربنا بعت لهم لوط يكلمهم وينذرهم، فكان كإيه؟ كمازح في وسط أصحابه. رفضوا أنهم يسمعوا كلامه لأن مش مبني على الصخر. ده لما جالهم 2 ملايكة أرادوا أن يخطئوا للملايكة ضد الملايكة، ناس ما فيش. في ناس ما عندهمش صخر جوه. عشان كده أبونا إبراهيم قال ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون. ما فيش الدافع الجواني، ما فيش الدافع الجواني. كأنك بتنفخ في قربة مخرومة، ما فيش فايدة، ما فيش دافع جواني. عشان تبقى مبني على الصخر لازم يكون عندك دافع داخلي، يكون عندك رغبة داخلية في انك تمشي صح. ياما في معترفين آباء اعترافهم بيتعبوا معاهم وبيدوخوا وما فيش فايدة. الطبع نفس الطبع والطريقة نفس الطريقة، ويتكلم الأب كأنه بيكلم روحه، كلام كتير وعمل مفيش. البيت المبني على الصخر هو البيت اللي بيحب الخير وعايز يبقى كويس. الأبدية لها أهمية في حياته، عايز يدور عليها. تبني بيتك، البيت ده
جايز يكون حياتك الروحية وجايز يكون خدمتك. هل خدمتك في الكنيسة مبنية على الصخر ولا لا؟ السيد المسيح لما جه يتكلم على الحكمة كده قال: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. خادم حكيم، عشان كده سهران على رعيته. والكتاب بيقول رابح النفوس حكيم. إذن الخدمة عايزة حكمة، عايزة إنسان عاقل ياخد باله من الخدمة ومن المخدومين ويكون سهران. مش حكمة يعني إنسان ذكي، ما في خدام أذكياء كتير، لكن خدمة يعني قلبه مهتم بخلاص النفس وعنده غيرة بتلهبه من جوه وسهران على رعيته. اللي عايز خدمته تمشي على الصخر ويمشي بحكمة، ممكن ان كل تعليم يقوله يكون مبني على الصخر، على آيات من الكتاب، على أقوال راسخة سليمة مفهومة فهما سليما من أقوال الآباء، بيبني على الصخر. في إنسان في خدمته بيبني على مفهومه الخاص، اللي بيفهمه بيقوله، عشان كده بيبقى على الرمل. ممكن اللي بيبنيهم بيضيعهم، لأن مش بيبنيهم على الصخر، بيبنيهم على مفهومه الخاص. ده في إنسان خدمته هي صدى لانفعالاته الخاصة. يعني ايه صدى لانفعالاته الخاصة؟ يعني لو في يوم من الأيام كلم أحد الآباء الكهنة وشخط فيه، تلاقي العظة بتاعت مدارس الأحد في الأسبوع المقبل عن شروط الراعي الصالح وعن الوداعة وعلى إن الخدام اللي بيشخطوا دول جنسهم ودعاتهم. لا، ده ما بقاش منهج، ده بقت انفعالات شخصية. انفعالات ايه؟ شخصية. واحد زعل من أب اعترافه، تلاقي العظة المقبلة في مدارس الأحد ويكون الجميع متعلمين من الله، ويقول لك تتعلم على المسيح مباشرة، وآيات وبراهين وكلام رايح وجاي. ايه الحكاية؟ الحكاية ان التعليم نتيجة انفعالات خاصة، مشاعر خاصة يبني على أساسها تعليم. بل نصيحه، واحد يكون دخل في الرهبنة وتعب شوية لأنه هو من جوه تعبان، يبتدي ينشر تعاليم ويحض الناس على كراهية الطريق ويقول لهم الرهبنة دي صعبة، ياما رهبان هلكوا، ويضرب أمثلة. ليه؟ تعليمه انفعالات، مش مبني على الصخر. لكن في إنسان حكيم يبني بيته على الصخر، يبني خدمته على الصخر، زي ما قال الرسول بولس لتلميذه تيتوس: تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. دول اللي بيبنوا بيتهم على الصخر. رابح النفوس حكيم، بيشتغل بحكمة، يأسس أولاده على الصخر. طب هقول لكم على التأسيس على الصخر، ويمكن غالبيتكم اشتغلتوا في الخدمة وفي مدارس الأحد. احنا بنقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. يجي لك الطفل أي كلام تقوله له، هل أنت مسكت الطفل من صغره ونقشته على الصخر؟ حفظته الآيات من صغره؟ اديته المبادئ السليمة من صغره؟ أيام ما كان عجينة سهلة في إيديك
قدرت تعجنه عجينة مظبوطة، قدرت تملاه من العلم، من الفكر، من العقيدة، من الإيمان، وضعت الأساس الراسخ فيه منذ طفولته بحيث لو كبر ما يتغيرش. فين الأساس الصخري اللي عملناه؟ أنا آسف أقول لكم إن ساعات نروح فرع من فروع الخدمة نلاقي في ابتدائي 300 ولد، في إعدادي 200، في ثانوي 70 60، في الجامعة 10 15. ليه؟ زي ما قلت لهم كأننا بنربي كتاكيت عشان تاكلهم العرسة. ايه اللي بنعمله ده؟ احنا لو خدنا الاولاد وربناهم على الصخر مش ممكن واحد فيهم يقع لما يكبر. منين ما تلاقي الفصول بتتناقص كلما كبرت اعرف ان كنتوا في خدمتكم لم تبنوا على الصخر، ما حصلش انكم بنيتوا على الصخر. البناء اللي على الصخر لا يمكن يسقط. بيقول لك ايه؟ تهب الرياح وتيجي الامطار والانهار وتصدم ذلك البيت يبقى راسخ، لكن التاني المبني على الرمل يسقط ويكون سقوطه عظيما، يعني سقوط ضايع خالص مفيش نتيجة فيه. يا ريت حياتنا الروحية تكون مبنية على الصخر، وخدمتنا تكون مبنية على الصخر، والتعليم بتاعنا يكون مبني على الصخر، والمناهج التي نعدها للأطفال وللكبار تكون مناهج مبنية على الصخر، ومش مجرد كلام، مش مجرد موضوعات، مش عندك محاضرة أي كلام تقوله، لازم تبني الناس بناية سليمة قوية عشان كده ما يتهزوش. إن كان أولادك بيسقطوا يبقى ما تبنوش كويس، ما أسستهمش كويس. طب وإيه تاني؟ والأساس اللي في البيت، بيتك عيلتك بنيتها على الصخر ولا لا؟ أولادك تقول عيالي تعبني، طب لما كانوا أطفال وكانوا عجينة في إيدك ليه ما بنيتهمش على الصخر؟ لما بنيتهم على الرمل ابتدوا يتعبوك لما يكبروا. يا ريت إن احنا نبني بيوتنا على الصخر لكي يكون بناء راسخا. فضل صلى. يروحوا هناك يخرجوا الوقت. العشية بتاعت شهر 14 15.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس الذي لآبائنا الرسل، وبركة قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوتي. يقول بديتي هيرين وينان تكرين سبنان تكرين شكنوفنا لقول جيسو تتقوم نبيون القسمون في أواني شيء أمين. اللهم اجعلنا مستقبلين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأنك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة